بصوا يا جماعه، اللي بالكاميرا بس كده والنبي نجمع يا جماعه. سؤال مهم جدا يا جماعه بخصوص التراب يا جماعه لدار الافتاء. سؤال لدار الافتاء وكل شيوخ مصر. السؤال ده ما حدش ساله يا جماعه طول عمري ما انا عايش. السؤال ده ما حدش ساله. السؤال اللي هساله ده يا جماعه ما حدش ساله خالص. ما حدش ساله طول حياتي، ما حدش سال السؤال ده. فلما جيت التراب ده قلت لا اساله، وانتوا عارفين انا جريء ما بخافش. فعايز اسال دار الافتاء. عم الشيخ حسن، انا معايا شيخ هنا يا جماعه، حد طيب ابن حلال كده، صديق يعني وبتاع كده. هساله مش عارف اكيد ممكن ما مش هلاقي عنده اجابه. عم الشيخ، دلوقتي الفنان، شوف الناس، الفنانين عامه والرقاصه وكل الفن، طب هو هيموت وما عندوش تربه، عايز يشتري تربه، ايه مصدر الفلوس بتاعته بقى يا شيخ؟ يعني هتكلم انا مثلا عن اعتبر ان فنان بيعمل افراح وبعد كده بيغني في كباريه وبعد كده يعمل مسلسل ديني وبعد كده يغني ديني، ويعني كوكتيل كده، كوكتيل تعالى مش ينفعش ابين كده. ايوه اكيد هيشتري المكان دوت من فلوسه من جيبه الخاص، هي دي من بقى شغله بقى. هل الفلوس ديت مصدرها ايه، حلال ولا حرام؟ وان ده التربه دي تحت، يعني هو انت هتأمن ربنا، هل الفلوس دي حرام ان انت جايب تربه بفلوس حرام؟ ولا في شيوخ بتقول لك الفن ده حرام، وفي ناس تقول لك مش كل مش يعني مش كله. في حد بيعمل يعني مثلا زي استاذ حسن يوسف، عمل الشعراوي، يا لهوي اتعلمنا منه حاجات كتير جدا جدا. بس في الشباب لما كان شباب كان بيعمل حاجات يعني شباب الشباب وبيبوس في الافلام وبتاع وكلام من ده. فهنا في فلوس حلال، في فلوس يعني انا مش فاهم. يعني انا مش نافع ولا اتكلم عن نفسي انا عشان ما حدش يقول انت بتتكلم عن فنانين ليه. يعني انا اشتغلت شويه في كباريهات وشويه كنت بعمل افراح، حتى يعني لدرجه ان انا العروسه والله العظيم بعمل فرح وفي الفرح لحد يعني في عرايس، الفرح بيبقى جميل جدا جدا، ناس ما فيش حد صدر حد باين وناس جميله جدا جدا. طب كنت بروح فرح تاني برضو، الناس يعني لارج جدا فمفتحه، فكل حاجه يعني ممكن تقول اسف صدرها باين بتاع، فدي حاجه. طب انا باني مسجد وعندي عربيه دفن موتى وعندي جماعات شرعيه كتير، فايه موقف اللي ده؟ انا عايز اجيب تربه، عايز اشتري تربه. بقول لكم تربه، اشتري تربه ليه؟ بس مش دلوقتي. ممكن شيخ يرد علينا في الموضوع ده؟ الفنان لو اشترى تربه من فلوس الفن حلال ولا حرام؟ تاني، الى دار الافتاء، الى دار الافتاء، لان عشان اي شيخ كل واحد بقى دار افتاء دي اللي هتفتي بقى. فلوس الفن لو عايز اشتري تربه حلال ولا حرام؟ انا بقى تحت مع ربنا لوحدينا، فلو حرام هقول له ايه؟ هقول له ربنا ايه؟ طب لو حلال يرد علينا. انت رايك ايه يا عم شيخ؟ لا انا رايي حلال، لان ده هو مصدر شغله. اه، مصدر شغله كده، مصدر شغل الفنان هو كده. مصدر شغله، ما هيجيب فلوس منين تاني؟ هو من جيبه الخاص ده. في ناس بتقول لك ما تسيب الفن يا عم واشتغل اي حاجه تانية يا عم، لان فلوس الفن دي حرام. في ناس بتقول كده. هو طلع لقى نفسه كده، هو خلاص اتحط في المجموعه دي. حتى يا جماعه الفنانين فكر في التفكير ده يا جماعه. انا بشوف فنانين كتير بيشتروا تراب. حد فيكم فكر في الفكره ديت؟ ان انت شاري الفلوس في ناس بتقول لك ده حلال وناس بتقول حرام وبتاع. فكرت التفكير ده؟ انا السؤال ده عمر ما حد ساله، عمر ما حد ساله. فانا بساله على الفنانين يعني الفن، او انا او اي فنان اشتريت تربه، التربه دي حلال ولا حرام؟ لو حرام دي هتبقى مصيبه ومشكله. طب المشكله الاكبر بقى، هعتبر ان يا شيخ ان الفلوس كلها حرام. طب ادفن فين؟ اجيب تربه منين؟